انا كشفت مع دكتور احمد خالد رحومه وتشخصت ان انا عندي قطع في الرباط الصليبي. كلنا بنركز على العلاج الطبيعي بعد عملية الرباط الصليبي، لكن الحقيقة إن رحلة التأهيل بتبدأ قبل العملية بوقت كافي. لما المريض جالنا كان بيشتكي بتورم ووجود التهابات وألم في مفصل الركبة مع محدودية في الحركة، وبعد الكشف والفحص تبين وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي، فبدأنا بوضع بروتوكول علاجي قبل العملية. ركزنا فيه أول حاجة تقليل الألم والتورم، تاني حاجة تجهيز مفصل الركبة للعملية. بعد العملية بدأنا مرحلة التأهيل الحقيقية بوضع البروتوكول المناسب للحالة. أول مرحلة اشتغلنا على تقليل الألم والتورم واستعادة المدى الحركي. تاني مرحلة اشتغلنا على تقوية العضلة الرباعية والعضلات المحيطة بمفصل الركبة. تالت مرحلة اشتغلنا على الاتزان أو ما يسمى بالبروبيوسبشن، والنتيجة إن التعافي كان أسرع وإن البيشنت قدر يرجع لحياته الطبيعية بشكل كويس. بس ده فرق معايا جدا في التاهيل بعد كده، وان انا ارجع لحياتي الطبيعيه بسرعه جدا. والحالة دي بتأكد إن العلاج الطبيعي قبل عملية الرباط الصليبي مش رفاهية، لكنه جزء أساسي من نجاح العملية والتأهيل بعدها.